مليون عافية. يا خلو متذكرين فيديو عبد الله بن صهيون لما قال تقفون على يميني تقفون على يساري؟ حاب أقول لك يا عبد الله يا ابن صهيون، الذين سيقفون على يمينك وسيقفون على يسارك الآن هم يقفون على يمين بوتين وعلى يسار بوتين. لزيتهم عالطور يا عبد الله. الأب الأردني والابن الأردني، أبناء البلد فقدوا الأمل بالأردن من الجوع والفساد والبطالة، من العبودية. فيقول لك خلينا نشوف لنا فرصة غيرها فرصة. لما طلعوا يشوفها فرصة وإنهم منصدمين إنهم إيش على الجبهة، يا تقاتل يا حين نذبحك نهمطك. يقول لك يا عمي شو نسوي؟ ما في مفر، خلاص فلينا من الجوع على الموت، من الموت على الجوع. حاب أقول لك يا عبد الله إنه كل الشعب الأردني خطيته برقبتك. ثانيا جماعة التسحيج اللي يقول لك هذا من سلالة النبي، الأشقر هذا من سلالة النبي، ينطوني حديث ولا آية قرآنية اللي تدعوا إنه من سلالة النبي، ولا هو ما له علاقة بالنبي، لا هو ولا قبله. وانتوا جماعة شغل سواليف وخرطي، فهمت علي؟ لو إنه من سلالة النبي تلاقي أهل داره محتشمين، تلاقي عنده ذمة وضمير ودين وأخلاق، بس لا ما له صلة فيهم. على كل الله لا يقطعها من عادة. رسالتي هاي دائما دعوتي على السحيج وأنك عبد الله وعلى دائرة المؤامرات وعلى الحكومة وحماة العرش ليتكم بالفالج المال وعلاج، لا بالأردن ولا بالخارج. تقفون على يمينه تقفون على يساره. الشعب الأردني كله يقف على يمين بوتين وعلى يسار بوتين. حسبي الله ونعم الوكيل. الجوع، الذل، الفساد، العبودية، هاي آخرتها.